السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم رضا ومحبة من الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير على متابعين الغاليين على قلبي، وحشتوني جدا جدا من آخر حكاية حكيناها مع بعض، وكلنا عارفين إن البيوت أسرار، وإن ورا كل باب 100 حكاية وحكاية. وانا جايه لكم النهارده بقصه جديده وحصلت احداثها بالفعل. بس قبل ما نحكي حكايتنا نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان كل ما نحكي حكايه جديده يوصل لكم اشعار مني على طول. ويلا بينا نحكي حكايتنا. وقبل ما احكي لكم حكايتي احب اعرفكم بنفسي. انا اسمي نوال وعندي 42 سنة، من اسرة متوسطة الحال، وليا اخ وحيد. وبدأت حكايتي من 23 سنة لما تعرفت على حمدي، ووقتها كنت لسه في الجامعة كلية تجارة، وحمدي كان في اخر سنة كلية سياسة واقتصاد، وحبينا بعض جدا. وفي يوم تخرج حمدي كنت انا وهو قاعدين في الكافيه، وقلت له ألف ألف مبروك يا حبيبي، كده بقى انت خلصت دراستك، شد حيلك واشتغل عشان تيجي تتقدم لبابا. ان شاء الله يا حبيبتي، على العموم انا قدمت في كذا وظيفة وربنا كريم. ومن بعد اليوم ده انا وحمدي فضلنا مع بعض من غير اي ارتباط رسمي لمدة سنتين. وحمدي كان بيشتغل، كان بيحاول يحوش قرشين عشان يجي يخطبني من بابا، وانا عشان كنت حلوة جدا كان كل يومين بيجيلي عريس وانا طفشه طبعا. لحد ما في يوم كنت قاعدة مع حمدي في الكافيه وقلت له انا خلاص يا حمدي، كل الحجج اللي عندي خلصت وانتهت، وبابا وماما بدأوا يشكوا فيا من كتر رفضي للعرسان. خلاص هانت يا حبيبتي، ما تقلقيش، قدامي شوية بس واجمع فلوس الشبكة وهجيلك على طول. خلاص ما تشيلش هم يا حبيبي، انا معايا قرشين محوشاهم كده على جنب، ومعايا كمان كام حتة دهب بابا كان جايبهم لي في عيد ميلادي، خدهم وبيعهم وتصرف فيهم. انت اتجننتي ولا ايه بقى؟ انت عايزاني انا اخد فلوسك عشان اتجوز بيها؟ الله، وانت زعلت كده ليه يا حبيبي؟ ما انت بكره ان شاء الله هتعوضني عن كل حاجة لما نكون مع بعض بإذن الله، ولا انت ناوي تاكل عليا الفلوس؟ بس يعني يا حبيبتي ما ينفعش يعني اخد منك فلوس. لا لا لا، انت شكلك كده يا حمدي مش عايزنا نكون مع بعض ونتجوز، وبتتحجج وبتقولي اي كلام، مش كده برضو؟ وحمدي طبعا اخد مني الفلوس ووافق، واخد مني الدهب كمان، وانا جبت وقتها دهب تقليد بدل اللي كان معايا عشان ما حدش يشك في اي حاجة. وبعدها بكام يوم حمدي اللي جالنا البيت وقعد مع ماما وبابا عشان يخطبني منهم، واتجوزنا بعد سنة بالظبط. وطبعا كملت دراستي وانا متجوزة من حمدي. وبعد تخرجي على طول انا اللي كنت قاعدة مع حمدي وقلت له بقولك ايه يا حبيبي، بابا جايب لي شغل كويس قوي في بنك كبير، ايه رأيك يا حبيبي؟ عادي يا حبيبتي، ده مستقبلك وانت حرة فيه، اعملي كل اللي انت عايزاه. وانا اللي فرحت جدا ان حمدي ما اعترضش على شغلي، وفعلا نزلت الشغل وفضلت اشتغل في البنك لمدة 6 شهور، لحد ما في يوم حمدي اللي كان قاعد متضايق جدا وقال لي انا مش هينفعني شغل الوظيفة ده ابدا، انا كده مش هعرف اعمل اي حاجة لنفسي، وانا بفكر يعني اعمل لي مشروع كده. فكرة حلوة قوي يا حمدي، وانا معاك في اي حاجة، بس المشروع اللي انت بتتكلم عنه ده هيعوز رأس مال محترم، وانت عارف كويس قوي ان مصاريفنا الجاية على قد الرايح، وكمان انت بتجهز اخواتك البنات. وحمد اللي قعد يفكر شوية ورد عليا وقال خلاص انا لقيتها يا حبيبتي، ايه رأيك لما بيع الشبكة بتاعتك وبفلوسها اعمل المشروع اللي انا عايزه؟ وانا اللي اتضايقت جدا وقلت له اخصى عليك يا حمدي، بقى عايز تبيعني شبكتي عشان تعمل المشروع بتاعك؟ وحمدي اللي طبطب عليا وقال انا عارف ان الشبكة دي يا حبيبتي بفلوسك انتي مش بفلوسي انا، بس صدقيني هعوضك عن كل ده، بس اقف على رجلي الاول. وانا اللي ابتسمت وقلت له خلاص يا حمدي، الدهب عندك في الدولاب، خده وشوف انت عايز تعمل بيه ايه واعمله على طول. خلاص يا حبيبتي على خيرة الله.
كده بقى ما بقاش غير ان انا اشوف محاسب شاطر يعمل لي دراسة جدوى للمشروع. يا سبحان الله، دايما كده باب النجار مخلع. يعني انت ليه عايز تجيب محاسب من بره؟ ما انا موجودة جنبك اهو يا حبيبي. ولا انت ناسي ان انا خريجة كلية تجارة؟ تصدقي نسيت يا حبيبتي، وماله؟ كده بقى زيتنا في دقيقنا. هديك المشروع ده كله عشان تعملي لي دراسة جدوى محترمة، بس انا خايف يا حبيبتي اتعبك عشان الحمل. ما تشغلش بالك انت يا حبيبي، يا ريت كل التعب بالشكل ده. وعدى سنتين على كل اللي حصل ده، وانا في الوقت ده كنت ماسكة الحسابات في شركة جوزي، شركة استيراد وتصدير، والشركة قدرت تقف على رجليها وتثبت نفسها في السوق. وفي يوم من الأيام كنت قاعدة في المكتب مع حمدي، ولقيته بيقولي: بقولك ايه يا حبيبتي، انا حاسس يعني ان انا بشيلك فوق طاقتك. انت عندك شغلك اللي في البنك، والشركة هنا كمان، وتربية حسام ابننا، وكل ده وانتي على وش ولادة خلاص. الله، جرالك ايه يا حمدي؟ هو انا يا سيدي اشتكيت لك؟ انا مرتاحة كده، ما تقلقش عليا. ووقتها فات 8 سنين، وانا بقى عندي ابني حسام الكبير وبنتين توأم مكة وملك، والنهاردة هنحتفل بعيد جوازنا العاشر. وانا كنت عاملة حفلة صغيرة في البيت، لكن اكبر صدمة في حياتي لما تليفوني رن وقلت: الو. ايوه يا حمدي، انت اتأخرت كده ليه يا حبيبي؟ ده انا مستنياك من بدري قوي، لكن فجأة سمعت صوت واحد غريب وبيقولي: انا اسف يا مدام، اصل صاحب التليفون ده عمل حادثة كبيرة قوي على الطريق، وهو دلوقتي في المستشفى. وانا تليفوني اللي وقع من الصدمة، وفضلت اصوت والطم على وشي، وطلعت اجري على المستشفى زي المجنونة. واول ما وصلت هناك لقيت الدكتور بيقولي: للأسف يا مدام، أستاذ حمدي رجليه الاتنين اتدمروا في الحادثة، ولازم يركب شرايح ومسامير في رجليه الاتنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان مستخبي لك كل ده فين بس يا حمدي؟ أعمل إيه بس يا ربي في المصيبة اللي أنا فيها دي؟ وانا مضيت على موافقة العملية، وحمدي عمل عملية كبيرة قوي في رجليه، وعدى شهرين على كل اللي حصل ده، وحمدي جوزي بقى قاعد على كرسي متحرك. وفي يوم من الايام لقيت حمدي اللي بصلي وقال لي: خلاص بقى يا حبيبتي، مفيش اي حاجة قدامي غير ان انا اصفي الشركة، لاني مش هقدر اروح الشركة بحالتي دي، وانا مش هعرف اشتغل فيها، والشركة اتدهورت وبقت في النازل بعد كل اللي حصل لي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حمدي؟ احنا تعبنا وشقينا لحد ما كبرنا الشركة دي. طيب خلاص، انا هنزل الشركة الصبح وهتفرغ لها من هنا ورايح. ازاي بس يا نوال؟ طيب وشغلك اللي في البنك هتعملي فيه ايه؟ وانا اللي اتنهدت وقلت له: هعمل ايه يعني يا حمدي؟ هضطر استقيل منه، مفيش قدامي حل غير ده. ازاي بس يا نوال؟ انا عارف ان انتي بتحبي شغلك في البنك قوي، ازاي هتقدري تستغنى عنه بالسهولة دي؟ عندك حق فعلا يا حمدي، انا فعلا بحب شغلي في البنك، بس هعمل ايه؟ مفيش قدامي غير خيارين وبس: لا شغلي في البنك، لا الشغل في الشركة. طيب يا حبيبتي، وانتي بقى هتقدري تديري الشركة لوحدك؟ ايوه طبعا يا حمدي، هو انت ناسي ولا ايه ان انا كنت بشتغل معاك في المحاسبة من اول يوم فتحت فيه الشركة دي؟ يعني عندي خلفية كبيرة قوي عن الشغل. وفعلا قدمت استقالتي من البنك وبقيت اشتغل في الشركة، لحد ما عدى اسبوعين على كل اللي حصل ده، لحد ما في يوم المحامي بتاعنا جه وقعد مع حمدي وقال له: انت لازم يا استاذ حمدي تعمل توكيل عام لمدام نوال عشان تقدر تتصرف في كل حاجة من غير ما تلجأ لك في الفترة دي. خلاص يا متر، مفيش مشكلة، شوف ايه المطلوب مني وانا هعمله لك على طول. وعدى سنتين على كل اللي حصل ده، وحمد جوزي بدأ يرجع يمشي من تاني على رجليه. وفي الفترة دي كانت الشركة كبرت أكتر من الأول، وبقى ليها اسم وسمعة في السوق، لحد ما في يوم لقيت حمدي جالي في مكتبي وقال لي: نوال، جه الوقت المناسب اللي انت تقعدي فيه وترتاحي فيه يا حبيبتي، وانا بقى اللي هتولى الشركة كلها من النهاردة. يعني انت عايزني ارجع امسك شغل الحسابات من تاني وبس، وابعد عن ادارة الشركة، مش كده برضو؟ لا يا نوال، انا عايزة اريحك يا حبيبتي، وكفاية عليكي شغل لحد كده.
ازاي الكلام ده بس يا حمدي؟ ما انت عارفني كويس قوي، انا ما اقدرش اقعد من غير شغل ابدا. اسمعيني كويس قوي يا نوال، ولادنا كبروا دلوقتي وبقوا في سن حرج ومحتاجينك جنبهم اكتر من الشغل. وطبعا انا كنت متضايقه وحزينه جدا بعد ما سمعت كلامه ده، بس عشان خاطر الولاد وافقت وقعدت في البيت. ومن بعد اليوم ده حمدي جوزي اللي اتغير معايا ومبقاش معانا زي الاول. كان دايما بيقول لنا عندي شغل ومش فاضي، والشغل واخد كل وقته. وفات على كل اللي حصل ده 8 سنين، والنهارده عيد جوازنا ال20. وانا اتصلت عليه وقلت له: الو، ايوه يا حمدي، انت اتاخرت ليه كل ده يا حبيبي؟ ده انا قاعده مستنياك من الصبح. وانتي بقى مستنياني ليه يا نوال؟ ما تنامي. وانا اللي زعلت منه جدا ودموع نزلت على خدي وقلت له: حمدي، هو انت مش عارف النهارده ايه؟ هيكون ايه يعني؟ عيد تحرير سينا مثلا؟ وانا اللي قلبي وجعني قوي وقلت له: لا يا حمدي، النهارده عيد جوازنا ال20. عيد جواز ايه وبتاع ايه يا ست؟ كبري وعقلي بقى، هو احنا لسه عيال صغيرين على الحاجات دي؟ يلا مع السلامة، انا عندي شغل كتير قوي مش فاضيلك. وحمدي اللي خلص كلامه وقفل معايا التليفون، وبنتي ملك اللي عندها 17 سنة دخلت عليا هي ومكة اختها وقالت لي: الله، ملك يا ماما، هو بابا مش جاي النهاردة برضو؟ وانا اللي ابتسمت عشان ما بينش اللي جوايا وقلت لها: لا يا حبيبتي، بابا عنده شغل كتير، بس بيوعدك ان هو هيحاول يجي بدري النهارده. ويوعدني انا ليه يا ماما؟ ما يوعدك انت، مش هو عيد جوازك ولا عيد جوازي انا؟ تصدقي يا ملك، انا كنت عارفه برضو ان بابا مش هيجي النهارده، يعني هي دي اول مره ولا اول مره يعني؟ انا متهيألي كده ان انا قربت انسى شكل بابا، لانه ما بقاش يجي البيت زي الاول وما بقناش نشوفه. وانا اللي اتعصبت على البنات جدا وقلت لهم: مكة، ملك، يا ريت تحترموا نفسكم انتوا وهي وما تتكلموش على بابا بالطريقة دي. هو بيعمل كل ده عشان مين؟ مش عشان يأمن مستقبلكم؟ وحسام ابني الكبير اللي عمره 19 سنة، اللي أول ما سمع كلامي خرج على بره وقال: ماما، احنا كبرنا خلاص وبقينا نفهم كل حاجة، وعرفنا ان بابا ما بقاش يهتم بينا خالص. بابا دلوقتي من اكبر رجال الاعمال في البلد ومعاه فلوس يأمن مستقبل بلد بحالها، مش مستقبلنا احنا وبس. وانا اللي كنت عارفة ان كلام حسام ابني صح الصح، رغم كل ده زعقت فيهم وقلت لهم: عيال غيركم تحمد ربنا ان عندها اب زي حمدي مش مخلي نفسكم في اي حاجة، وكل اللي ناقصكم بيجي لحد عندكم من غير حتى ما تطلبوا. وماله يا ماما؟ بس كل اللي انت بتقوليه ده مش هيعوضنا ابدا عن غياب بابا عننا. ماما، تعرفي ان بابا ما يعرفش نفسنا كام دلوقتي؟ وانا في الوقت ده معرفتش ارد عليهم واقول لهم ايه، عشان كده قمت ووقفت وقلت لهم بكل عصبية: بقول لكم ايه بقى، الوقت اتأخر جدا، يلا ادخلوا ناموا، وانا كمان تعبانة جدا وعايزة انام. وانا اللي سبتهم ودخلت على اوضتي وفضلت اعيط لاني مش عارفة ايه اللي حصل لحمدي. وفضلت صاحية لحد ما وصل البيت عشان اقدر اتكلم معاه. واول ما دخل اوضتي كان شكله شارب حاجة وقال لي: ايه ده؟ هو انت لسه صاحية لوش الفجر؟ خير، ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ كويس قوي يا حمدي ان انت عارف اننا وش الفجر، ممكن اعرف كنت فين لحد دلوقتي؟ مش شايفة يعني ان انت كبرتي وعجزت على السؤال ده؟ لا يا حمدي، انا ما كبرتش ولا حاجة، ممكن بقى تجاوبني على سؤالي؟ ابدا يا ستي، كنت سهران مع اصحابي رجال اعمال، فيها حاجة دي يا ست نوال؟ وانا اللي قمت وقربت من حمدي وقلت له: ورجال الاعمال دول بيحطوا برفان حريمي برضو؟ ها؟ لا ابدا يا حبيبتي، ما تفهمينيش غلط، دي اكيد السكرتيرة، اصلها طول النهار شغالة معايا راحة جاية وداخلة في المكتب، ويمكن البرفان بتاعها لازق في هدومي. وانا اللي ما كنتش مصدقة ولا كلمة بيقولها لي، لكن في نفس الوقت ما كنتش قادرة اصدق ان حمدي جوزي بعد كل عشرة السنين دي يخوني. عشان كده رديت عليه وقلت له:
ماشي يا حمدي، بس يا ريت بعد كده تبقى ترجع من الشركة بدري واقعد مع اولادك شوية واعتبرهم يا سيدي زي اصحابك اللي انت بتسهر معاهم كل يوم والتاني. يو بقى يا دي موال كل يوم والتاني، هو انت ايه يا شيخة ما بتزهقيش خالص كده؟ انا بجد مش عارف، ده انت عايشة في فيلا عمرك ما كنت تحلمي بيها ابدا، وكمان عندك عربية احدث موديل. ايه مش تحمدي ربنا على اللي انت فيه؟ انا اللي نفسي افهم ايه اللي جرالك يا حمدي، وانت من امتى بتتكلم معايا بالاسلوب ده؟ انت شارب حاجة مش كده برضو يا حمدي؟ ها؟ ابدا يعني يا نوال، دول كاسين بس. تاني يا حمدي تاني؟ انت مش وعدتني 1000 مرة ان انت مش هتشرب الزفت ده تاني؟ ده انت اللي دقة قديمة قوي، الويسكي ده حاجة عادية جدا في مجتمع رجال الاعمال زي مية الشرب كده. عندك حق يا حمدي، انا فعلا بقيت دقة قديمة ومعجبش دلوقتي، وانا اللي خدت بعضي وسبت له الاوضه وخرجت. وبعد ما عدى اسبوع لقيت رقم غريب بيرن على تليفوني وانا كنت قاعده في الريسبشن، ولما رديت لقيت صوت واحده ست معرفهاش وبتقولي: انتي مرات حمدي ابو العز؟ ايوه، مين حضرتك؟ انا واحده ما تعرفهاش وقلبي عليكي وعايزه مصلحتك. ايه جو الافلام العربي ده؟ انتي مين يا شاطره وعايزه ايه بالظبط؟ ما انا قلتلك انا عايزه مصلحتك وقلبي عليكي وعايزه انورك كمان. تمام، عايزه تنوريني في ايه بقى بالظبط؟ فين جوزك يا مدام متجوز عليكي وانتي يا عيني نايمه على ودانك ولا دريانه؟ انتي واحده كدابه، ويا ريت ما تتكلميش على الرقم ده تاني، فاهمه ولا لا؟ وماله يا حبيبتي، بس شكلك كده مش مصدقاني خالص. طيب اكتبي عندك العنوان ده، دي شقة على النيل هتلاقي فيها جوزك دلوقتي ومعاه مراته التانية. والست دي ادتني عنوان الشقة وقفلت معايا التليفون، وانا حاولت اتصل بالرقم تاني لكن للأسف لقيتها عملت لي حظر، وفي الوقت ده انا كنت هتجنن وما كنتش عارفة اعمل ايه، ومش عارفة اروح على العنوان ده ولا لا. لكن وقتها ناديت على حسام ابني: تعالى معايا يا حسام، مشوار مهم جدا. وفي الوقت ده الست اللي كلمتني في التليفون كانت قاعدة مع نرمين، ونرمين كان عمرها 25 سنة، وكانت قاعدة تضحك معاها وقالت لها: امسكي الفلوس دي، برافو عليكي شطورة، ومش خسارة فيكي ال20,000 جنيه دول. انت تأمري بس وانا انفذ على طول، انا في خدمتك يا ست نرمين. طيب روحي انتي على المطبخ، واول ما تيجي مرات حمدي خليها تدخل على اوضه النوم، فاهمه ولا لا؟ طبعا انا مش هقولك هتعملي ايه. طبعا فاهمه يا ست هانم، وما تشيليش هم خالص. والخدامه اللي سابتها ودخلت على المطبخ، ونرمين اللي قعدت تضحك بكل شر وقالت: كده بقى يا حمدي جوازنا مش هيبقى في السر ابدا، ومراتك اللي انت خايف منها تعرف بجوازنا كلها ساعة واحدة وهتعرف الحقيقة كلها. ونرمين اللي خلصت كلامها ودخلت على اوضه النوم على طول اللي كان حمدي نايم جواها، وانا روحت على الشقة مع حسام وقعدت اخبط على الباب وارزع على الباب، وفتحت لي الخدامة وقالت لي: ايه ده انتي بتخبطي كده ليه؟ انتي مين انتي يا ست انتي وعايزة ايه بالظبط؟ حمدي جوزي عندك جوه. وحسام ابني اللي بصلي بكل استغراب وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط، لكن الخدامة اللي قالت: ايوه قصدك على سيدي حمدي قاعد جوه مع الست هانم في اوضه النوم. وانا اول ما سمعت منها كده زعقت في وشها وقلت لها: اوعي كده من وشي، وزقتها ودخلت على جوه على طول. واول ما فتحت باب الاوضه كانت اكبر صدمه في عمري، وكان قلبي بيتقطع ورجلي مش شايلاني، وانا شايفه جوزي نايم جنب واحده على السرير، وبقيت اصرخ واقول: مش ممكن، اكيد في حاجه غلط، اكيد عيوني مش شايفه صح، لا انت يا حمدي تعمل فيا انا كده؟ وحمد اللي قام بسرعه من على السرير وقال: نوال بلاش فضايح الله يخليكي، استني بس افهمك الحكايه كلها. الله، هو في ايه يا حمدي؟ مالك خايف منها كده ليه؟ هو احنا بنعمل حاجة عيب ولا حرام؟ انا مراته يا حبيبتي، يعني زيك بالظبط. انت تخرسي خالص يا خطافة الرجالة انت،
خلص حسك من الدنيا كلها يا بعيدة. في ايه مالك يا اختي داخلة علينا بزعابيبك كده ليه؟ مش البيوت برضو لها حرمة؟ ينفع تدخلي كده على راجل ومراته مرة واحدة كده؟ وانا اللي كنت حاسة ان الدنيا بتلف بيا، وحسام اللي مسك ايديا وقال لي يلا يا ماما نمشي من هنا بسرعة، المكان ده ولا هو قيمتك ولا مستواكي تتكلمي مع واحدة زي دي. ونرمين اللي عملت نفسها بتعيط وقالت اخصى عليك يا حمدي، هو انت هتسكت؟ ايه مش سامع ابنك بيقول عليا ايه؟ وحمدي اللي اتعصب جدا وضرب حسام ابني بالقلم وقال له احترم نفسك يا ولد انت وانت بتكلم مرات ابوك، فاهم ولا لا؟ وانا اللي زقيت حمدي بعيد عن حسام ابني وصرخت في وشه وقلت له هي حصلت تمد ايدك على ابني؟ اسمع بقى يا حمدي، كل اللي انا عملته كوم وضربك لابني ده كوم تاني خالص، عشان واحدة زي دي ملهاش اي 30 لازمة. الست اللي انت بتقولي ملهاش اي لازمة دي مراتي على سنة الله ورسوله، يعني زيها زيك بالظبط، وانا ما عملتش حاجة غلط ولا حرام، انا اتجوزت في حلال ربنا. لا مش زي يا حمدي، لان انا ما يشرفنيش اكون على ذمة واحد خاين زيك. يلا بينا يا حسام نمشي من هنا بسرعة، انا قرفانة اقعد في المكان ده اكتر من كده. وانا اللي اخدت ابني ومشيت على طول، ونرمين اللي قعدت تعيط وقالت له لا لا لا، انا زعلانة منك يا حمدي، انت لازم ترد لي حقي وترجع لي كرامتي من مراتك وابنك. يعني عايزاني اعمل لك ايه يعني يا نرمين؟ يعني انت ما شفتنيش بنفسك لما ضربت ابني عشانك؟ لا مش كفاية يا حمدي، لازم تاخد لي حقي منهم، انا مراتك يا حبيبي، يعني كرامتي من كرامتك بالظبط. برضه انا مش فاهم، عايزاني اعمل ايه اكتر من كده؟ انا عايزاك تاخدني اعيش في الفيلا مع مراتك، عشان وقتها تعرف ان انا مش اقل منها في اي حاجة. ها قلت ايه؟ طيب يا حبيبتي، يا ريت تبطلي عياط وما تزعليش نفسك، وانا هعملك كل اللي انت عايزاه. وانا في الوقت ده فضلت يومين حابسه نفسي في الاوضه وحالتي تقطع القلب، ووقتها دخل حمدي عليا وقال بقولك ايه بقى، حركات الستات الاوفر دي بلاش منها، انا اتجوزت على سنة الله ورسوله، يعني ده حق الشرعي وشرع ربنا، وانا راجل مقتدر واقدر افتح بدل البيت 10، يبقى ايه المانع يعني؟ وانا اللي صعب عليا نفسي جدا من كلام حمدي اللي قطع قلبي، وقلت له بكل قهر يعني بدل ما تراضيني وتتأسف لي على اللي انت عملته، جاي لي كده بكل بجاحة بتقول لي حقي وبتتباهى ان انت راجل ومقتدر وتقدر تفتح اكتر من بيت. طيب اوعى تنسى بقى يا استاذ ان كل العز اللي انت فيه ده بسببي انا وبس. انت السبب في ايه يعني؟ انا مفيش حد ليه فضل عليا في اي حاجة. ما طبعا، ما واحد قليل الاصل زيك لازم ينكر كل اللي عملته معاه. شكلك كده نسيت ان رأس مال الشركة كان من فلوس ذهبي انا، وانا اللي كبرت الشركة دي لما انت ما كنتش قادر تمشي على رجليك، وانا اللي سبت شغلي ومستقبلي عشان اكبر لك شغلك انت. يعني انت بتعيريني؟ على فكرة بقى، اي ست ما كانت المفروض كانت تعمل كده، الست الاصيلة هي اللي بتقف جنب جوزها، يعني انت ما عملتيش اي حاجة زيادة عن اي ست تانية. صح عندك حق، بس في الاخر يا ريت الاقي اي تقدير من الراجل اللي انا وقفت جنبه، لكن للاسف انت لما ربنا كرمك رحت اتجوزت عليا واحدة ولا شبهك ولا حتى شكلنا. وماله، بس عجباني وداخلة دماغي، لانها بصراحة كده بقى خلتني اعيش شبابي من تاني اللي ضيعته في الشغل والشقة لما كنت بجري ورا الفلوس. وانا ما قدرتش اسمع منه كلام اكتر من كده، وقلت له خلاص روح لها يا سيدي، مستني ايه؟ ويا ريت تسيبني في حالي. اسيبك ازاي يعني يا نوال؟ انت مراتي وما انكرش يعني ان انت ليكي معزة في قلبي كبيرة. بقولك ايه بقى، انا ليه اشتت نفسي بين عندك وبين عندها؟ طالما انت عرفت بجوازي خلاص انا هجيب العروسة الجديدة تعيش معانا هنا في نفس الفيلا. نعم، ومين يعني اللي هيوافق على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقى انت عايز تعيشني في مكان واحد مع ضرتي؟ لا يا حمدي، انا لا يمكن اقبل بكده ابدا، انت لازم تطلقني، طلقني يا حمدي.
ومين يعني اللي هيسمع كلامك؟ طلاق مش هطلق يا نوال، وعندك الحيطة اهي اخبطي دماغك فيها. وحمدي اللي خلص كلامه وسابني وخرج على بره، وانا لميت كل هدومي وخرجت على بره. وعيالي التلاتة اول ما شافوا الشنطة في ايديا قعدوا يعيطوا، وملك اللي قالت لي ماما انت سايبانا ورايحة على فين؟ راجعة على بيت اهلي من تاني يا حبيبتي. انا جاية معاكي يا ماما، انا مش عايزة اقعد هنا من غيرك. احنا كلنا هنيجي معاكي يا ماما، البيت ده خلاص ما بقاش بيتنا. لا يا حسام، اوعى اسمعك تقول كده تاني. البيت ده بيتك انت واخواتك، فاهم ولا لا؟ وهتفضلوا قاعدين هنا غصب عن اي حد. ما هو ده بيتك انت كمان يا ماما، وهتسيبيه وتمشي ليه؟ اسمعيني كويس قوي يا حبيبتي، باباكي عايز يجيب مراته التانية هنا. تقبلي على ماما تعيش مع ضرتها تحت سقف واحد؟ ازاي الكلام ده يا ماما؟ واحنا هنعيش ازاي مع الست دي؟ هتعيش يا حبيبي لانه بيتك مش بيتها هي. بس انا مش عايزه ابعد عنك يا ماما، ما تسيبيناش يا ماما بالله عليكي. ومن قالك بس يا حبيبتي ان احنا هنبعد عن بعض؟ التليفونات اهي موجوده، وانتوا كمان عارفين بيت اهلي، وكل ما اوحشكم تعالوا زوروني. يلا بقى بطلوا رغي كتير، خلينا امشي من هنا بسرعه. وانا اللي خدت بعضي ومشيت بسرعة لاني ما كنتش قادرة اشوف ولادي وهم في الحالة دي، وقلبي كان بيتقطع عليهم، بس ما كنتش قادرة برضو اخدهم معايا واسيب نرمين تاخد كل العز ده على الجاهز. وفعلا رحت على بيت اهلي وقعدت مع اخويا ومراته، واخويا اللي قال لي ده بيت ابوك يا حبيبتي وامك الله يرحمهم، تقعدي فيه حتى العمر كله، انت تنوريني يا اختي. والله يا اخويا دي لو ما شالتهاش الارض اشيلك فوق راسي من فوق. ده العشم برضو يا مرات اخويا، ربنا يديم المعروف ما بيننا يا رب. طيب ممكن بقى تقوليلي ايه اللي حصل بالظبط؟ وانا في الوقت ده حكيت لاخويا على كل اللي حصل، ومرات اخويا اللي قالت لي اخصى عليه قليل الاصل. على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة المية في الغربال. وانتي مش هترجعي للبني ادم ده تاني يا نوال، فاهمه ولا لا؟ ده واحد ما طمرش فيه المعروف ابدا. وتاني يوم حمدي ونرمين اللي دخلوا على ولاد التلاتة الفيلا، واول ما شافوا نرمين قدامهم قاموا هما التلاتة، وملك اللي قالت هي دي بقى يا بابا اللي انت فضلتها على ماما؟ على فكرة بقى يا بابا، ماما احلى منها بكتير. طبعا يا ملك مفيش اي مقارنة ما بينهم، ايش جاب لي جاب. وحمد اللي اتعصب جدا على الولاد وقال اخرس انت وهي، انتوا فاهمين ولا لا؟ شفت عيالك يا حبيبي من اولها كده بيعاملوني ازاي؟ اكيد امهم هي اللي مسلطاهم عليا عشان يطفشوني من البيت وتاخد الفيلا كلها لنفسها. على فكرة بقى احنا مش صغيرين عشان ماما سلطنا عليكي، احنا اللي مش طايقينك خالص ومش عايزينك تقعدي في بيتنا. انت مش شايف طول لسان ولادك يا حمدي؟ جرالك ايه؟ هتسكت لهم ولا ايه؟ وحمدي اللي فضل ينادي عليا ويزعق بقى صوته ويقول نوال انت فين يا نوال؟ تعالي خدي ولادك من وشي دلوقتي حالا. يا ريت توفر صوتك يا بابا وما تزعقش اكتر من كده، لان ماما مش موجوده في الفيلا، ماما سابت لك الفيلا ليك انت والعروسه بتاعتك. وعلى فكرة بقى يا بابا احنا عمرنا ما هنسامحك ابدا على كل اللي انت عملته في ماما، ماما سابتنا ورجعت على بيت اهلها بسببك. وحمد اللي اتضايق جدا اول ما عرف ان انا سبت الفيلا. اما بقى نرمين كانت فرحانة جدا وبتتنطط من جواها. وعدى شهر على كل اللي حصل ده، وملك بنتي كانت ماشية جنب أوضة حمدي ونرمين، وسمعت نرمين وهي بتقوله انا مش عارفه ولادك بيعملوا معايا كده ليه، دول مش طايقيني خالص يا حمدي، انا خايفه يعملوا فيا حاجه لما يعرفوا ان انا حامل. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا حبيبتي؟ ولادي عمرهم ما يؤذوكي ابدا، ولادي متربيين وعمرهم ما يعملوا كده ابدا. طيب ايه رأيك بقى؟ انا سمعتهم بوداني اللي هتاكلهم الدود دي وهم بيكلموا امهم في التليفون وبيتفقوا عليا كمان. اسمع بقى يا حمدي، انت لازم يا حبيبي تأمن لي مستقبلي وتكتب لي الفيلا دي وتكتب لي كمان نص الشركة زي ما اتفقنا. مش انا قلتلك يا حبيبتي ان اول ما تولدي هكتبلك كل اللي انت عايزاه؟ لا يا حبيبي، انا عايزة دلوقتي
انا لازم اضمن حقي الاول، وكمان ولادك لما يعرفوا ان انت خلاص كتبتلي الفيلا مش هيحاولوا يطفشوني تاني. بس كده من عينيا الاتنين، الاسبوع الجاي هاخدك على الشهر العقاري وهكتبلك الفيلا دي ونص الشركة كمان. ها، راضية عني يا حبيبتي؟ انا هرضى عنك كمان وكمان لما تكتبلي الشقة اللي على النيل باسمي. مش انت قلتلي برضو ان هي بتاعتي؟ وبعد ما ملك بنتي سمعت كل الكلام، خدت بعضها وجت لي على بيت اهلي على طول، وقعدت معايا انا واخويا ومراته، وانا اللي اتخضيت جدا وقلت لها: في ايه يا ملك؟ ايه اللي جابك في وقت زي ده؟ في حد من اخواتك جراله حاجه؟ ما تقلقيش يا ماما، انا كويسه واخواتي كلهم كويسين، بس في مصيبه كبيره قوي هتحصل يا ماما. وملك بنتي اللي قعدت معانا وحكت لنا على كل اللي سمعته، وانا اتصدمت جدا وقلت لها: يا نهار اسود ومهبب، هيضيع شقة السنين عشان عيلة من دور ولاده؟ لا بقى، جوزك ده يا نوال اكيد اتجنن، ومراته الجديدة دي بتضحك عليه، تلاقيها اصلا ولا حامل ولا نيلة. يا عيني عليكي وعلى بختك يا نوال. طيب هتعملي ايه دلوقتي يا اختي؟ وانا اللي فضلت افكر لحد ما قمت مرة واحدة وانا فرحانة وبتنطط من الفرحة وبقول لهم: لقيتها خلاص، انا لقيت الحل. من 15 سنة كده كان حمدي جوزي عامل لي توكيل عام ان انا اتحكم في كل املاكه من غير حتى ما ارجع له. ايوه يعني، بس اكيد حمدي جوزك لغى التوكيل ده من زمان. لا ما تقلقش يا اخويا، اكيد حمدي نسي الموضوع ده خالص. انا متأكدة من حاجة زي دي، وان شاء الله اول ما النهار يطلع بكرة هروح على الشهر العقاري وهنقل كل املاكه باسمي انا وبس. صح يا نوال، وساعتها بقى لو كانت اللي اسمها نرمين دي بتضحك عليه هتظهر على حقيقتها لما ما تلاقيش حيلته اي حاجة. بالظبط كده، وهو ده اللي انا عايزة اعمله. وانا في الوقت ده فضلت صاحية لحد الصبح، ورحت على الشهر العقاري على طول وعملت كل اللي انا عايزاه. وفات اسبوع على كل اللي حصل ده، وحمدي اخد المحامي ونرمين وراحوا على الشهر العقاري، وهناك حمدي حط كل الاوراق على المكتب وقال للموظف: احنا عايزين ننقل شوية ممتلكات من اسم حمدي بيه لنرمين هانم. وفي الوقت ده الموظف اللي اخد الاوراق كلها وبقى يسجل البيانات على الكمبيوتر، لكن فجأة الموظف وشه قلب وقال: انتوا جايين تهزروا هنا مش كده برضو؟ في ايه بس يا استاذ؟ يا ريت تفهمنا، هو الورق اللي معاك ده ناقصه حاجة؟ هو الاستاذ حمدي عايز ينقل ملكية حاجات مش بتاعته ليه؟ الفيلا والشقة وكمان الشركة باسم السيدة نوال ابراهيم عبد القادر. وحمد اللي اتصدم جدا واتعصب وزعق وقال: انت بتخرف وبتقول ايه يا راجل انت؟ الحاجات دي كلها ملكي انا وبس. اهدى بس كده يا حمد بيه وخلينا نفهم الحكاية. الحكاية كلها يا فندم ان مدام نوال ابراهيم جت هنا من اسبوع ونقلت جميع املاك السيد حمدي باسمها بموجب التوكيل الرسمي العام اللي معاها. ونرمين اللي وشها قلب مرة واحدة وقعدت تزعق لحمدي وقالت له: نعم نعم، ايه الكلام ده بقى ان شاء الله يا سي حمدي؟ يعني حضرتك بتستخفني وبتديني على قفايا عشان ما تكتبليش اي حاجة، ولا دي لعبة انت عاملها انت ومراتك عليا؟ استنى انت دلوقتي يا نرمين لما اشوف المصيبة اللي وقعت على راسي الاول. طيب معلش يا استاذ، ممكن تفهمني التوكيل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده اتعمل امتى بالظبط؟ واضح عندي في التقارير ان معمول بالظبط من 15 سنة. ايوه انا افتكرت، انا فعلا عملت لها التوكيل ده من زمان، بس انا نسيت ان انا الغي التوكيل ده. هو حضرتك فعلا يا حمدي بيه كنت عامل توكيل لمدام نوال من 15 سنة؟ ايوه، بس ده عشان تدير الشركة بدالي، لاني وقتها كنت قاعد على كرسي متحرك وما بتحركش من مكاني. وفي حد عاقل برضو يا بيه يعمل توكيل لحد زي ده وينسى يلغيه؟ ونرمين اللي بصت للمحامي وقالت له: الا قول لي يا متر، الحكاية دي ليها حل عندك؟ للأسف يا مدام ملهاش اي حل، لان موقف مدام نوال قانوني 100%. وحمد اللي بقى يعيط زي العيال الصغيرة ويقول: شقة عمري كله ضاع، نوال عرفت تلعبها صح.
يعني ايه بقى ان شاء الله يا حمدي؟ يعني نوال خدت الجمل بما حمل وانا طلعت من المولد بلا حمص؟ اهدي بس يا حبيبتي، انا هتكلم مع نوال. نوال طيبة وهترجع لي فلوسي من تاني. يا اخويا روح اتوكس وابعد عني السعادي، لاني مش طايقك ولا طايقه ابص في وشك. وحمد اللي انصدم جدا من كلام نرمين معاه وقال لها: انت ازاي بتكلميني بالطريقه دي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ لا يا اخويا، ما نسيتش نفسي. انا بجد مش فاهمه انت منفوخ وممروع قوي كده على ايه؟ ما خلاص يا عينيا بقيت شحاته على الحديده. وحمد اللي بص حواليه لقى الموظفين كلهم بيتفرجوا عليه، وقال لي: نرمين بلاش فضايح لحد كده، ولنا بيت نتكلم فيه. ونرمين اللي قعدت تضحك بكل غيظ وقالت له: فين البيت ده بقى يا عينيا؟ ما خلاص نوال اخدت كل حاجة منك واديتك على قفاك، دلوقتي انا بقى اللي مش عايزة اشوف وشك النحس ده تاني. بقى هي دي حقيقتك يا نرمين؟ وانا اللي ضيعت مراتي بنت الاصول بايديا وخربت بيتي كمان عشان خاطرك انتي؟ وانا ما ضربتكش على ايديك يا عينيا، انت اللي كنت بتجري ورايا واتحايلت عليا عشان اتجوزك. بس انا كنت فاكرك بتحبيني يا نرمين. احبك على خيبة ايه؟ على شعرك الابيض يا راجل، اختشي على دمك واتطلقني احسن لك. اطلقك ازاي بس وابن اللي ببطنك؟ ابن مين يا عينيا؟ هو انت فاكرني هبلة عشان اخلف من واحد زيك؟ انا كنت بكدب عليك عشان اخد منك كل اللي انا عايزاه. ونرمين اللي خلصت كلامها وسابت حمدي ومشيت. ووقتها حمدي كان حاسس بالاهانة والذل وفضل يأنب نفسه بندم. وبعد ما عدى اسبوع حمدي اللي جالي على بيت اهلي وكان قاعد معايا وكان كله حزن وندم وقال لي: مش ناوية ترجعي على بيتك بقى يا نوال؟ ايوه طبعا عايز ترجعني لما بقت روحك في ايديا، مش كده برضو يا حمدي؟ لا يا نوال، انا جايلك لحد عندك عشان ارجعك على بيتك من تاني، لاني عرفت قيمتك يا بنت الاصول. وانا اللي بصيت له بكل حزن وكان صعبان عليا عشرة السنين اللي فاتت دي كلها، وقلت له: يعني انت عرفت قيمتي؟ بس للأسف يا حمدي عرفتها متأخر قوي، وانا خلاص مستحيل ارجع لك تاني او حتى اثق فيك من اول وجديد. ازاي عايزني املك من تاني؟ وازاي عايزني اصدقك وانت بعت عشرة السنين دي كلها بالسهولة دي؟ انا عارف ان انتي معاكي حق في كل كلامك، وكمان من حقك تستحقريني، لان كل اللي انا وصلت له لحد النهارده كان بفضلك انتي وبس، ولولاكي انتي كان زماني لسه موظف لحد دلوقتي بستنى كل اول شهر عشان خاطر اقبض الملاليم اللي كنت باخدها. انا كل اللي عملته معاك ده يا حمدي كنت بعمله بحب ورضا، بس المقابل اللي خدته منك انت ما قدرتش كل ده وطعنتني في ظهري واتجوزت واحدة عليا من دور عيالك. انا الدنيا غرتني بمظهرها الكذاب وانبهرت بمجتمع كل حاجة فيه مزيفة، وبقيت بقلدهم زي الأعمى من غير ما افهم اي حاجة، ونسيت نفسي على الاخر. صح، في مقولة بتقول: الفلوس بتغير النفوس. وفي الوقت ده حسيت ان كلام حمدي طالع من قلبه بجد، بس خلاص ما بقتش قادرة اصدقه، وقلت له: انا اضمن منين يا حمدي ان انت بتقول الحقيقة؟ مش يمكن انت بتقول اي كلام وخلاص عشان ارجع لك املاكك من تاني؟ سيبك من كل املاكي يا نوال، انا خلاص ما بقتش محتاجهم دلوقتي، لان انا عارف ومتأكد كويس قوي ان انت هترجعيهم، لانك مش بتاكلي حق حد. انت عملتي كده عشان تخليني ارجع عن غلط اللي انا غلطته. صح يا حمدي، وعشان كده انا هرجع لك كل فلوسك. لا يا نوال، خلي الفلوس معاكي كلها، انا مش عايزها خلاص. هي بأمان معاكي اكتر مني، بس كل اللي انا طالبه منك ان انت تسامحيني وترجعي تنوري بيتك من تاني. وانا اللي فضلت افكر كتير وفي الاخر قلت له: خلاص يا حمدي، انا هرجع معاك على البيت من تاني، مش عشان خاطرك انت، عشان خاطر ولادي وبس. بس ده مش معناه ان انا سامحتك على اللي انت عملته فيا. لسه برضو قلبك شايل مني يا نوال. حمدي، انا قلبي فيه نار من عمايلك واللي عملته معايا. انت خنتني يا حمدي. حقك يا نوال، براحتك،
خدي وقتك على الآخر، بس وانت ببيتك يا نوال. وانا ما كانش قدامي اي اختيار من تاني غير ان انا ارجع على الفيلا من تاني عشان خاطر ولادي. وعدى سنة كاملة على كل اللي حصل ده، وحمدي رجع معايا زي زمان وعلاقته اتحسنت بولادي، ولسه كل حاجة لسه باسمي، بس انا برضو ما سامحتوش. لحد ما في يوم حمدي اللي قرب مني وقال لي النهارده عيد جوازنا ال21. جرالك ايه يا نوال؟ مش ناوية بقى بالمناسبة الحلوة دي ترجعي اوضتك من تاني، ولا انت لسه مش قادرة تنسي كل اللي حصل من سنة؟ انت وعدتني يا حمدي ان انت هتسيبني براحتي، مش كده برضو؟ للأسف يا حمدي أنا اللي مش قادرة أسامحك لحد دلوقتي، وأقعدي معاك في بيت واحد عشان خاطر ولادي مش أكتر. وأول ما جه الليل اتفاجئت بحمدي لما لقيته عامل لي حفلة كبيرة في جنينة الفيلا وعازم كل أهالينا ومعارفنا. ووقتها قلت لحمدي انت اللي عملت الحفلة الكبيرة دي عشاني أنا ولا عشان خاطر أسامحك؟ بصراحة كده بقى يا نوال، لأني تعبت من بعدك عني. أنا عايزك ترجعي لي زي زمان يا حبيبتي، وحشتيني قوي يا نوال. خلاص يا حمدي أنا مسامحاك، بس يا ريت تعمل حسابك دي آخر مرة وأول مرة هسامحك فيها، وأي غلطة مهما كانت صغيرة مش هتلاقيني في حياتك. وحمدي اللي أول ما سمع مني الكلام ده فرح جدا وخدني في حضنه وشني على ايديه وكان طاير من الفرحة، وولادي كانوا واقفين حواليا وبيضحكوا. وقال لي بحبك يا عشرة عمري، يا حب عمري الأول والأخير. وفي نهاية حكايتنا حابة أقول الفلوس ممكن تغير النفوس لو ما كانش في قلب الإنسان رضا، واللي ما يعرفش قيمة الأصل والوفاء عمره ما هيلاقي السعادة أبدا مهما جمع من المال. والست الأصيلة زي نوال بتبان قيمتها وقت الشدة، بس لو الراجل خان العشرة وباعها بيخسر كل حاجة مرة واحدة وبيفضل يندم ندم العمر كله. وكده حكايتنا انتهت. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات إيمي، والسلام عليكم ورحمة الله.